بداية مرحبا بك. اليوم مصادر صحفية تطرد عناصر استخبارات سعودية موجودة على أراضيها لدعم المسلحين في سوريا. كيف تقرأون هذا التطور؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو في ملاحظة مهمة على الدور التركي في المنطقة، نظرا لغياب الدور المصري التاريخي المعروف. وأنا شايف إن في صراع تركي على كعكة الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. نعم. وده جه بعد غياب ما يسمى، كان في أمن عربي، وكان في نزل إلى تنسيق عربي ثم تشاور، ثم انتهينا إلى توافقات عربية، وده وضع غير مستقيم للمنطقة بشكل عام، لأمنها بشكل عام. ففي اختراق تركي لمنطقة الشرق الأوسط، وامتدادات للأذرع التركية موجودة في أكثر من دولة عربية، منها بالأخص سوريا الدولة الجارة لتركيا، ومنها مصر، ومنها ليبيا، ومنها أكثر من دولة عربية بيتواجد فيها النفوذ التركي في حالة مش هنقول فكر المؤامرة، لكن نقدر نقول إن في تحالف ما بين التيارات الإسلامية على رأسها الإخوان المسلمين في المنطقة وتركيا والولايات المتحدة، وتركيا بتقوم بدور المقاول العام في المنطقة نعم. سيد أحمد، تحدثت عن أن ربما تركيا تلعب دور مصر في دعم الدول العربية، لكن هنالك فرق اليوم بين دور مصر التي كانت سابقا داعمة للدول العربية وحاضنة للدول العربية. تركيا اليوم ربما تتخندق بدعم جماعة الإخوان المسلمين، بالمقابل هنالك دعم من السعودية للسلفيين. كيف تنظر إلى هذا ربما التناقض في المواقف؟ هو الحقيقة أن المملكة العربية السعودية هي فعلا من أقوى الداعمين للتيارات السلفية في الوطن العربي، والسعودية بموقفها مع مصر على سبيل المثال في 30/6 أثبتت أنها البعد القومي والعروبي موجود في المملكة وفي قيادتها. لكن فكرة دعم السلفيين، هو الحقيقة أنا عندي اعتراض على المسمى، أن ما يسمى إسلاميين ما بين قوسين، هو في إنسان مسلم وفي إنسان غير مسلم، لكن فكرة أن توصيف الإسلاميين بالشكل السياسي ده تطور حصل في المنطقة منذ السبعينات، وده تطور مرفوض من قبل دعاة أن الدول العربية تعود إلى حالتها الأولى المدنية زي أي دولة في العالم. نعم. فكرة تصنيف وتقسيم الوطن العربي وتفتيته، أعتقد أنها في قوى داخل الدول العربية نفسها. نعم، لكن نحن نتحدث اليوم عن تركيا لنجد تيارات متقاتلة ومتصارعة في العالم العربي. نعم. وتصل إلى الدرجة المسلحة في سوريا وليبيا على سبيل المثال، وفي أكثر من إقليم عربي آخر. سيد أحمد، لكن نحن بصدد الحديث عن تركيا ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة وليس في مصر على وجه التحديد. سيد أحمد، ورفضه بكل السبل وبشكل معلن وبشكل واضح من قبل فصيل ما يسمى الوطنيين العرب. يجب كل دولة عربية بها ناس تدعو إلى الدولة المدنية وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان واحترام الآخر واحترام الغير، وهذا لا ينفي عني إسلامي. فكرة أن في بعض الفصائل بتفسر الدين على هواها الخاص، وبيتم تقسيم الوطن العربي على أساس أن ده كافر وده مسلم وده مؤمن. القضية الخلافية هي قضية وطن وليست قضية دين. ليس لي خلاف مع أي فصيل إسلامي أو دعاة اتجاهات أخرى، لكن الفكرة الخلاف الأساسي على فكرة الوطن والقومية والأمن العربي. فتدخل الأتراك ليس لصالح أحد، ولكنه لصالح الدولة التركية نفسها وأحلام عودة الدولة العثمانية مرة أخرى. وفي أطراف أخرى زي إيران بتلعب دور المنافس لتركيا، وفي لاعب أكبر هو الولايات المتحدة. فهناك مخططين وهناك منفذين على الأرض، وهناك ممولين زي قطر على سبيل المثال، هي اللي بتمول التيارات تحديدا الإخوان على سبيل المثال والتيارات المتشددة في العالم العربي. لمصلحة من يتم كل هذا؟ نعم. سيد أحمد، تحدثت عن لكن فكرة التدخل التركي يجب أن تكون المنظومة العربية رافضة لهذا التدخل.
نعم سيد أحمد جاسم، يعني الخلاف التركي السعودي اليوم برأيكم كيف يعني سينعكس على المسلحين في سوريا، أماكن تواجدهم، إمداداتهم؟ يعني أولا دعني أرد على ضيفك من اسطنبول، أقول لا نستطيع أن نطلق على الاتفاق بين تركيا والسعودية على أنه اتفاق استراتيجي. صحيح تشابهت الغايات وكانت الوسائل أيضا متشابهة. أولا تركيا تلعب على مسرح هو مسرح طي البساط، وهذا المسرح هو يقف وراءه حلف الناتو، أي أن أي نظام يحدث قلقا للاتحاد الأوروبي أو لطموح الدول الغربية على أقرب دولة من هذه الدول أن تتبنى معالجة هذا الموقع. وعملية القطع الجغرافي التي كان يقصد بها حلف الناتو في سوريا من أن يفصل حزب الله عن سوريا وتفصل سوريا عن التحالف مع إيران كان هو مسرح تركيا. المسرح السعودي مسرح آخر. المسرح السعودي يسعى إلى إسقاط النظام السوري ببعد طائفي، حتى ما أشار إليه ثورة. أنا أتمنى أن تكون ثورة بكامل المعنى بحيث لا تستخدم العنف والصراع الطائفي وأن يقتل المواطن السوري على الهوية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أولا عبر التاريخ وإلى الآن لا يمكن أن يتحالف الأتراك مع السعوديين. السعودية لن تسمح لأن تؤدي تركيا أدوار اللاعب الرئيسي في المنطقة العربية، وهي تابع أيضا بالمناسبة كالسعودية. السعودية أيضا تابع. لاحظ المنعطف أن سوريا أحدثت منعطف وأحدثت صدمة كبيرة جدا. هي غيرت معطيات التوازن، بمعنى أن الأتراك عندما فشلوا في سوريا بتنفيذ هذا المشروع الذي كما أشرت إليه وليس النظام الديمقراطي بالمناسبة، وفشلت السعودية، بات واضحا أن الاتفاق على إسقاط النظام لم يتحقق، وبالتالي ذهب الفريقين إلى حيث ينتميان. لا يمكن للمدرسة في المملكة العربية السعودية أن تتشابه مع المدرسة في تركيا. اليوم مصر تخوض حرب نيابة عن المنطقة العربية وعن الإسلام ضد تنظيم الإخوان الدولي، بمعنى السعودية عندما تقف مع مصر في هذه المحنة معنى أن السعودية ترفض رفضا قاطعا أي دور تركي. بالمقابل عندما تدعم تركيا وتعقد مؤتمرات وتسقط تركيا وتسقط ما جرى في مصر من خلال يعني حقيقة احتفائها أو دعوتها إلى كثير من البرلمانيين والمفكرين من الإخوان المسلمين على أن السلفيين قد تخلوا عن الإخوان المسلمين وأن مشروع إقامة الإخوان المسلمين في مصر قد فشل بسبب التدخل السعودي، هذا دليل على أن هناك تناقضات كبيرة. لذلك أعتقد تركيا والسعودية فلن يتفقان لا على يعني استراتيجية الآنية، ولا أعتقد حتى على بعيدة المدى لخلافات ضمن جزء منها هو خلاف عقائدي. نعم. سيد جاسم، يعني هنالك رأي يقول أن تركيا يعني قامت بهذه الخطوة من أجل تخفيف حدة التوتر مع إيران التي أثبتت دورها الإقليمي اليوم. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ يعني أنا لو كنت يعني قائدا في أي دولة عربية ورئيسا لأي دولة قريبة على إيران، أنا أحترم هذا الوجود الإيراني الذي أثبت الإرادة السياسية وصناع وأن تتحول إيران من دولة محورية إلى دولة ارتكاز مهمة جدا. أنا أعتقد من مصلحة الأتراك ومن مصلحة المملكة العربية السعودية أن تكون هناك جسور. تخفيف العلاقة بين السعودية وتركيا على حساب التقارب التركي الإيراني أنا أعتقد هي سياسة فاشلة، لأن الإيرانيين لديهم طموح أن يجسروا العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وخصوصا ما أشار إليه الشيخ روحاني على أننا قادمين على أن نعبد الطريق باتجاه الرياض. وبالتالي أعتقد هي حركة سياسية نتيجة فشل في موضوع سوريا ونتيجة فشل في مصر ونتيجة فشل للدور التركي في المنطقة العربية. هناك انزعاج عربي وإسلامي من الدور الذي تلعبه تركيا عندما تدعم تركيا محطات تكفيرية ومحطات للإخوان المسلمين، ويكون هناك قتل وذبح للشعب العربي. لا يمكن لأي فرد عربي أو جماعة عربية أو نظام سياسي عربي أن يقبل هذا الدور. وبالتالي لا اتفاق سعودي تركي إلا اتفاق آني ولربما في لحظة إسقاط النظام. السؤال لو استطاعت السعودية وتركيا أن تسقط نظام بشار الأسد، ما الذي سيجري ما بعد إسقاط النظام؟ أعتقد ستكون هناك معركة شرسة بين من تدعمهم تركيا داخل سوريا وبين من تدعم السعودية داخل تركيا، وبالتالي ستدخل سوريا في تتجزأ أو يتجزأ المتجزئ في سوريا. نعم. سيد أحمد، يعني هل تعتقد اليوم أن أنقرة ربما تبحث عن تقارب مع دمشق بعد أن استعادت الأخيرة مكانتها وبات الحل وشيكا لصالح دمشق؟ في الحقيقة أن أعتقد أن تركيا غرقت في المستنقع السوري.
وصناعة التطرف في المنطقة هي بدأت منذ السبعينات، منذ بداية أفكار المتطرفين والتكفيريين إلى آخره، وتم ازدهارها وانتشارها في خلال الربيع العربي وصعود وركوب واستغلال الثورات العربية لصالح هؤلاء. ولولا الثورة المصرية في 30 يونيو التي بدأت مراحلها الأولى في تطهير مصر من التكفيريين هتكون مقدمة لتطهير المنطقة من التكفيريين. لكن الأتراك وقعوا في خطأ، والأمريكان أيضا بالضرورة وقعوا في نفس الخطأ، ان هم ساندوا التكفيريين في العالم العربي، واول من سينقلب عليهم هم التكفيريين انفسهم يعني. لكن فكرة نجاح تركيا لم تنجح في المنطقة، وثبت فشل المشروع التركي في المنطقة، وثبت ايضا فشل التمويل القطري للتكفيريين ايضا في العالم الاسلامي. وحقيقة لا اعلم لماذا اهداف الدولتين في حقيقة الامر، وتركيا ليست دولة اسلامية بمفهوم الايراني، لكن هي دولة علمانية وتصدر لنا التكفير وتصدر لنا التمويل للتكفيريين. ولا اعلم اهداف الحقيقية لتركيا، لكن انا ارى المشهد على الارض في الوطن العربي في اكثر من دولة عربية، وعملية تمويل واضحة، تمويل لأزرع تركيا في المنطقة اللي الحمد لله تم كشفها لعامة الناس. يعني الناس أصبح عندها من الوعي أن تعلم أبعاد الدور التركي في المنطقة. لكن لن تنجح تركيا في سوريا. أنا لست مع القيادة السورية بشكل كامل، ولست مع المعارضة بشكل كامل. نعم. المفروض أن السوريين نفسهم يصلوا إلى حالة توافق، لكن فكرة دعم التكفيريين في العالم العربي فكرة مدمرة للأمن في ظل هذا الدعم سيد أحمد للدول العربية كدول فرادى يعني. نعم، في ظل دعم التكفيريين سيد بسام، يعني هل يمكن أن نشهد ربما أعمال انتقامية من قبل السعودية باتجاه تركيا؟ لا سيما يعني أن معلومات أفادت سابقا بأن بندر بن عباس حينما زار موسكو ولم يتوصل إلى اتفاق مع الروس بشأن سوريا قال لهم جملة فيها نبرة تهديد بأنه عليكم أخذ الحذر خلال أنشطتكم الرياضية الشتوية. أنا أعتقد أنه هناك مشكلة يعني وصفها أحد المعلقين معك في البرنامج بأنه غرق تركيا في المستنقع السوري. أعتقد أنه هناك تخبط من قبل كل الأطراف الإقليمية والدولية في القضية السورية. هم على ما يبدو يعني غير مطلعين على دقائق الأمور في سوريا، يعني وهم جدد على المسرح الداخلي السوري. هم تعاملوا مع نظام الأسد إلى فترة طويلة، جميع هذه الأطراف سواء كانت السعودية أو تركيا، وكان تعاملهم ليس مع الداخل السوري، ليس مع الشعب السوري، وهذه ثورة قام بها الشعب السوري. ومن يريد أن يصل إلى حل وتوازن لسوريا المستقبل عليه أن يتعامل مع تطلعات الشعب السوري، وبدون ذلك أعتقد أنه ستتخبط جميع هذه الأطراف، ولن تستطيع أن تساعد لا الثورة السورية ولا نفسها في أن يكون لها. لم تجبني على سؤالي سيد بسام، سألتك يعني هل نشهد أعمال انتقامية من الجانب السعودي باتجاه تركيا، خصوصا بعد التهديدات التي أطلقها بندر بن عباس في موسكو، بندر بن سلطان عفوا؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه التوقعات، ولكن أريد أن أقول أنه المطلوب هو التوافقات، وأي شيء خارج التوافقات وخارج الحوار السياسي الذي يوصلنا إلى هذه التوافقات لن يكون مجديا لأي طرف، لا على المدى المنظور ولا على المدى البعيد. نعم، لو قارنا سيد بسام، يعني اليوم من أقوى على الساحة الإقليمية، تركيا أم السعودية؟ أعتقد أن الطرفين يملك نفوذا على الساحة السورية اليوم. السعودية تحظى باحترام أيهما أقوى سيد بسام؟ السورية لا يعني لا أستطيع أن أجزم أيهما أقوى، حسب أي معيار هم أقوى.
من يملك مثلا نفوذ على القوى المسلحة أو من يملك نفوذ على المعارضة السورية. أعتقد أن تركيا يعني كونها جغرافيا أقرب وكونها قريبة من بعض الكتل السياسية السورية تملك نفوذا، ولكن أيضا السعودية لها نفوذ من نوع آخر، فهي من يقدم الدعم المادي ودعم السلاح للثورة السورية، وإلى حد كبير الثورة السورية هي مديونة لهذا الدعم السعودي. نعم سيد بسام. سيد جاسم، يعني هل تتفقون مع من يرى أن دول الخليج باتت ربما كمواطن درجة ثانية بالنسبة للغرب وأمريكا، تحديدا بعد فشل تلك الدول في إدارة الأزمة السورية لصالحها؟ يعني فقط دعني أشير إلى نقطة مهمة في العلاقات الدولية. التحالف الاستراتيجي في بيئات متقاربة متجاورة تبنى على عناصر متعددة. أهم هذه العناصر الإدارات المتشابهة، الاقتصاد المتشابك، المصالح، البيئات الاجتماعية المتشابهة والمتشابكة، الأمن القومي. هناك تباعد بين الأتراك وبين السعودية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، للأسف الشديد دائما وأبدا المفعول به بمعنى النظم السياسية في الخليج لعبت أدوارا ثانوية، لعبت أدوارا لمصالح الغير، بمعنى أنها عندما تنتفي الحاجة لهذه الأدوار سوف لم تعد هذه الدول تشكل رقما في البورصة الأمريكية على سبيل المثال أو بالبورصة الغربية. لذلك الخطأ الذي ترتكبه دائما وأبدا النظم في منطقة الشرق الأوسط أنها تلعب أدوار لغيرها، وهذا ما حدث في الموضوع السوري، في موضوع مصر. وأنا أتفق مع ضيفك في القاهرة عندما قال غابت مصر، فبدأت حقيقة تتسيد تركيا على هذا المشهد، لأنك تعرف أن أحد دعائم وركائز المنطقة العربية هي مصر، وبالتالي لكن مصر كانت تدعم الدول العربية بكل حذافيرها، بينما الجانب التركي ربما يعني هنالك توجه لدعم جماعة الإخوان المسلمين. الجانب التركي يتبنى أيديولوجية، مصر تتبنى بعدا قوميا، والبعد القومي لا ينظر إلى الهوية، لا ينظر إلى الانتماء الطائفي. تركيا تدخلت وبشكل خاطئ كبير جدا واستراتيجي، وهو الخطأ الذي حقيقة أوقع السياسة التركية في مستنقع سوريا وغير سوريا ومصر، أنها تبنت التعامل بجزئيات المجتمع، بمعنى تعاملت مع طائفة، مع حزب، مع قومية على حساب الدولة، وهذا ليس صحيح. في العلاقات يجب أن تنظر إلى مصالح الدولة فوق كل هذه الهويات. هذا ما وقعت في تركيا، وأيضا وقعت فيه السعودية، ولذلك لعب هذه الجزئيات. يعني هل سنشهد ربما أعمال انتقامية من السعودية باتجاه تركيا؟ يعني أنا برأيي العقلية السياسية السعودية تدفع بهذا الاتجاه، خصوصا إذا ما عرفنا أن التنظيمات التي دعمتها السعودية تنظيمات لا دين لها، لا حدود لها، لا تحترم حقيقة أين تقف، وهي تتبع من يدفع لها ومن يدعمها. وبالتالي السعودية لابد أن تكون لديها أوراق ضاغطة على تركيا أو ردة فعل على الموقف التركي، وجزء من هذه الأوراق هو عمليات لربما إرهابية أو عمليات تحقق نوعا ما خلل في الاستقرار السياسي التركي، أو أن السعودية ستستخدم المال لكسب بعض القوى السياسية التركية، وبالتالي تحدث انهيارا في جدار أردوغان. دعني أقول لك نقطة مهمة جدا. هناك خيارات متعددة للنظام التركي والنظام السعودي. إذا النظام السعودي رأى أن النظام التركي لا يلتزم بالخيار الذي يريده السعوديون، لديهم خيارات أخرى يواجهون فيها النظام التركي. وتركيا إذا وجدت أن النظام السعودي لا يلتزم أيضا بهذه الخيارات، أيضا لديها أوراق ضغط. هناك مسرحين، قلت لك هناك مسرحين، مسرح إسلامي تلعب عليه تركيا ومسرح عربي تلعب عليه السعودية. وكلاهما يختلفان من حيث الطموح والأهداف والنوايا. نعم. سيد أحمد، يعني هل تعتقدون اليوم بأن العلاقة بين واشنطن والرياض كما كانت في مدة قبل، يعني أم أنها ربما تتجه نحو الفتور؟ يعني كما صرح بعض المسؤولين السعوديون ربما على رأسهم رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان. المملكة العربية السعودية لاعب رئيسي في المنطقة العربية، وكذلك تشاركها مصر، وهما دائما كانت محور مصر السعودية سوريا. كانوا هم ركيزة الأمن القومي العربي أو ما كان يسمى الأمن القومي العربي. وبعيد على حضرتك تاني ان فكرة وجود من يسمون انفسهم او من يطلق عليهم الوطنيين العرب، هو فكرة الاختراقات الايرانية للمنطقة والاختراقات التركية والامريكية، دي نتيجة فراغ الامن العربي بالمقام الاول وغياب الدور المصري خلال النظام السابق. وكان الوضع الاسوأ ايام نظام حكم الاخوان،
كان هيتم تشكيل يعني ناس تساعد أو مواطنين مصريين يذهبون إلى ما يسمى الجهاد في سوريا. الثورة في الوطن العربي بدأت ثورة بريئة وثورة نقية، ولكن تم امتطاء الثورات العربية بتيارات للأسف الشديد هي موجهة وأصحاب أجندات وليست تيارات وطنية يعني. وده أسوأ ما حدث بعد ثورات الربيع العربي. المملكة العربية السعودية الحقيقة ليها دور مهم جدا وقوي مؤثر في المنطقة العربية، لكن ما تقدرش تحكم على الوضع السوري أو الوضع السعودي أو الوضع المصري بشكل فردي، لكن في ترابط ما بين الحالة الليبية والحالة السورية، في ربط ما بين مصر وسوريا، ومصر وسوريا كانوا في فترة من الفترات كانوا دولة واحدة، الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي، وفي ربط ما بين الأمن الخليج وأمن مصر وهو واضح للعيان. فطوق النجاة من وجهة نظري للمنطقة العربية هو وعي النخب، وللأسف لا يوجد نخب في الوطن العربي، لأن وعي الشارع أعلى من وعي النخب. الناس تدرك حجم المشكلة حينما قالت السيدة كونديليزا رايس في 2003 تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ في العالم العربي، إن العالم العربي سوف يتحول إلى دويلات طائفية. فالمشروع الطائفي بالرعاية الإيرانية والتركية في الوطن العربي لم يجابه بالدول العربية. يمكن بداية التحرك السعودي الطيب تجاه مصر بعد 30 يونيو والإمارات والكويت والعديد من الدول العربية المؤيدة للاتجاه المصري للخروج من فكر التكفيريين، لأن مصر على سبيل المثال مرتبطة بالملف السوري ومرتبطة بليبيا. وجود التكفيريين في داخل السلطات الحاكمة في الوطن العربي دي قمة المأساة التي يعيشها المواطن العربي. احنا بنبحث عن الأمن كمواطنين، والأمن ترعاه دول مخلصة لشعوبها وليست دول ضد شعوبها. نعم سيد أحمد. سيد بسام، كيف تنظرون اليوم إلى العلاقة عبد الناصر رغم اختلاف؟ نعم سيد بسام، كيف تنظرون اليوم إلى العلاقة بين واشنطن والرياض؟ هل كما كانت عليه سابقا أم أن العلاقة ربما يعني يشوبها بعض الفتور؟ حسب ما نسمع أن العلاقة بين واشنطن والرياض أصبح يشوبها فتور، وأن هناك خلافات حول القضية السورية وحول جدوى السياسة الأمريكية أو الابروش التدخل الأمريكي في القضية السورية. فكيف سيعكس هذا على القضية السورية؟ يعني سيبقى رهن المستقبل لنرى هذا الشيء. نحن كمعارضة نريد من كل من يقول أنه صديق للشعب السوري على أن يرهن استراتيجيته بتوافق مع استراتيجية المعارضة السورية. كل من يريد أن يرسم نفوذ لنفسه أو استراتيجية لنفسه كلاعب سياسي في سوريا المستقبل بدون أخذ العين الاعتبار ممثل الشعب السوري الشرعي، الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية، يعني سيكون أعتقد خارج لعبة سوريا المستقبل، لن يساعد نفسه ولن يساعد الشعب السوري. سيد بسام، يعني وفق ما ذكرت من معطيات، يعني هل انفرط عقد التحالف الإقليمي والغربي بشأن سوريا؟ أنا عندي صعوبة بسماع الأسئلة، ممكن أن تكرر لي السؤال؟ أعيد لك السؤال. يعني ذكرت معطيات كثيرة، يعني هل انفرط اليوم عقد التحالف الإقليمي والغربي بشأن الأزمة السورية؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد أن العقد قد انفرط، ولكن أعتقد أنهم يعني دخلوا في نوع من السذاجة. يعني كانت الانفولفمنت التدخل في الشأن السوري. الآن هذه الأطراف تكتشف أخطائها. نحن نتمنى منها أن تراجع هذه الأمور معنا في المعارضة السورية وفي الائتلاف السوري، وأن يكون هناك مخرج لهذا الشيء. كما قلت، يعني كل هذه الأدوار وكل هذه المصالح الدولية والإقليمية لهذه الدول يجب أن تتجمع عند ممثل الشعب السوري في هذه الحالة. نعم، وضحت الصورة يعني والتشاور بها والخروج منها.
أستاذ جاسم، يعني مصادر تحدثت عن قول الإبراهيمي بأن حضور السعودية من عدمه لن يؤثر على مجريات مؤتمر جنيف الثاني، هل تتفقون مع هذا الرأي إن صح تعبيره؟ يعني أولا دعني أقول أن اللاعب الرئيسي في المعادلة السورية هو لاعب دولي، يعني لم يعد لاعبا محليا ثانويا متمثلا في السعودية أو حتى تركيا، وبالتالي حضورهم إلى مؤتمر جنيف سوف لن يشكل رقم في بورصة جنيف. بالتالي أعتقد تجميد هذا الدور جاء مبكرا على الواقع الجغرافي ثم على الواقع السياسي. ولكن دعني أقول نقطة في غاية الأهمية: أين اختلف السعوديون مع الأتراك؟ هم لم يختلفوا في سوريا، قد يختلفون ما بعد يعني إسقاط النظام إذا كان هذا سيحصل ولن يحصل. السعودية تعتقد أن بعدها القومي وأمنها القومي مصر، وبما أن تركيا دعمت الإخوان بطريقة كانت هناك رغبة للإخوان في إسقاط النظام في السعودية والتسويق بهذا الاتجاه، هنا توقفت بوصلة الاتفاقات، لأنك تعرف دائما الوسائل الغير شريفة تصل إلى غايات غير شريفة، وهذا الموقف للأسف الشديد أدى إلى اضمحلال وسقوط الدور السعودي في سوريا. بالتالي تركيا أرادت أن تتقدم الصفوف، أرادت أن تلعب دورا رئيسيا. الآن تركيا أيضا لا تشكل رقما في جنيف بالمناسبة، قد تشكل رقما إقليميا ولكن لن يكون رقما فاعلا. يعني باعتبار إذا كيف تقرؤون فرص نجاح مؤتمر جنيف الثاني وفوق كل هذه المعطيات؟ أولا جنيف معطيات نجاحها الواقع الذي شهدته يعني التحولات العسكرية في الجغرافيا السورية، هذا أولا. الجانب الآخر هو الصعقة أو الصدمة الجديدة التي واجهت النفوذ الأوروبي والأمريكي متمثلة بروسيا والصين وإيران. ولاحظ أن جميع السيناريوهات التي أرادوا أن يطبقوها على سوريا لم تطبق، هي لم تتشابه مع مصر، مع تونس، مع ليبيا، مع اليمن. بالتالي اللاعب الرئيسي الذي سيلعب أدوار هي الدول التي أمسكت مفاتيح اللعب في سوريا، بمعنى الداعمة إلى النظام والتي تريد إسقاط النظام. هؤلاء سيجتمعون على طاولة، سيضعون في نظر الاعتبار الانتصارات التي حققتها المؤسسة العسكرية، وبالتالي أنا أعتقد بات واضحا أن الحل السياسي سوف لن يأتي لا من حيث البوابة التركية ولا من حيث البوابة السعودية، لأن كلاهما يتعامل مع الموضوع السوري إما غنيمة أو ببعد طائفي. أنا أعتقد نظرة أمريكا لمصالحها البراغماتية، المصالح الدولية، أمريكا تلعب في كل العالم، ولكن عندما تشعر أن مصالحها قد ضربت في سوريا في أي مكان سوف لن تنظر إلى التابعين. وبالتالي أنا أعتقد أمريكا مقابل روسيا والصين هم اللذان سيقرران مصير ما سيجري في سوريا، وما سيجري في سوريا هو حل سياسي والذهاب إلى انتخابات. نعم سيد، أي مدى يمكن القول بأن حل الأزمة السورية سيكون نهائيا بعد هذا المؤتمر، مؤتمر جنيف الثاني؟ حل الأزمة السورية أو حل الوضع السوري يعتمد على ثلاثة أطراف. يعتمد على الشعب السوري نفسه، هو الذي يقرر مصيره بيده، وده اللي محدش بيذكره في أي يعني عروض حل، ان الشعب السوري نفسه لسه حتى اللحظه ما قالش كلمته. لكن وجود تنظيمات معارضه هنا او هناك، او النظام السوري الذي يتمسك بالكرسي بدون حل الوضع، سوف نبقى فيما نحن فيه الى مدى غير منظور. لكن قرار مصير الشعب السوري يقرره الشعب السوري بنفسه، ليس جنيف او غير جنيف. لكن الغرب لا ينظر للوضع العربي او سوريا تحديدا الا من منظور مصالحه، فلا توجد مصالح حاليه، لا توجد اهداف حاليه. لكن انا دايما ببص للمساله ببعد اشمل، ان الوطن العربي كله او الدول العربيه هي على لائحه اهتمامات الغرب باشكال مختلفه. طيب سيد احمد، اليوم اللاعبين المحليين واعيد بالذكر تاني. نعم سيد أحمد، اليوم جون كيري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة أن الأسد لن يكون له دور في المرحلة المقبلة، كيف تعلقون على هذا التصريح؟ جون كيري خلال عملي كمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في طرابلس عمل مؤتمر صحفي في 2011 في طرابلس ليبيا، طرابلس الغرب، وقال سألته سؤال مباشر: أنتم دخلتم إلى ليبيا بغرض النفط، ولم ينفي ولم يؤكد، وكان في ظل وجود 4 أعضاء مجلس النواب الأمريكي، وردوا علي الأربعة. قلت لهم في الملف السوري أنتم لم تفعلوا شيئا لسوريا، فقال لي دي حالة بحث ونقاش
في الدوائر صناعة القرار الأمريكية. يعني إذا التدخل الغربي وتحديدا الأمريكي في المنطقة لا يتم ما بين ليلة وضحاها أو قرار يصدر اليوم، لكن الغرب بيفكر بطريقة ممنهجة عكس طريقة تفكيرنا إحنا كعرب، إن إحنا بناخد القرار بناء على الموقف اللي إحنا موجودين فيه. نعم سيد بسام، يعني هل تتفقون مع السيناريو الذي كشفت عنه مصادر في وقت سابق تقول بإبقاء الأسد ربما لسنتين بعد انتهاء ولايته وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مؤقتة؟ يعني نحن سمعنا بهذا الطرح بأن هناك توافق في هذا الاتجاه. نحن بشكل عام في المعارضة لا نتوافق على هذا الرأي، لا نعتقد أن هناك إمكانية لبقاء الأسد إلى هذه الفترة. يعني من يريد استقرار لسوريا عليه أن أي لاعب من اللاعبين الدوليين أو الإقليميين والإقليميين هم بحاجة لاستقرار سوريا بأسرع وقت، خاصة تركيا مثلا. يعني يعني ليس لهم مصلحة في بقاء الأسد إلى هذه المدة. الكل وبخاصة اللاعبين الأساسيين الروس والأمريكيين يريدون أن الذهاب إلى جنيف وأن تذهب المعارضة إلى جنيف، ويريدون الانتقال إلى هيئة. نعم. استمعت سيد بسام اليوم إلى تصريح جون كيري في القاهرة، يعني إلى أي مدى سيصعد هذا التصريح من الأزمة ما بين واشنطن ودمشق؟ ما ممكن أن تقول لي أي جزء من التصريح أنت يعني تتكلم عنه؟ أنه ليس لبشار الأسد دور في المرحلة المقبلة. نعم، هذا كلام إيجابي. نحن نريد ضمانات في هذا الشأن كما قلنا. أريد أن نوضح، يعني نحن لسنا رافضين لجنيف 2 كمعارضة، ولكن نحن رافضين الذهاب حاليا في ظل الظروف الحالية. يعني نحن نريد الذهاب إلى جنيف في ظل الظروف المناسبة. هذا هو موقف المعارضة وليس رفض الذهاب إلى جنيف. نعم سيد جاسم. قطعي. نعم. ولذلك هذا التصريح من السيد كيري إذا تطور إلى ضمانات حقيقية فإنها تسرع يعني من إمكانية ذهابنا إلى جنيف. لكن هذا التصريح سيد بسام يعني هل سيصعد من الأزمة يعني بين واشنطن ودمشق في هذه الفترة؟ يعني أعتقد دمشق اليوم هي رهينة القرار الإيراني والموقف الروسي. أعتقد يعني أننا علينا أن نعول على الموقف الروسي والإيراني أكثر في هذه الحالة. نعم. يعني نحن لا نسمع من دمشق أي شيء. نعم سيد بسام يقول أن ربما الأزمة السورية ومصير دمشق يعني مرهون بالموقف الإيراني والروسي، يعني لا مدى يمكن القول أن الأزمة السورية اليوم مرهونة بما تقرره ربما واشنطن وموسكو. الأزمة السورية مرتهنة بثلاثة عوامل. العامل الأول هي الطاولة السياسية الدولية التي سيجلس عليها الروس مع الأمريكان، والعامل الثاني هو الواقع على الأرض السورية، قوة من سينتصر في الصراع العسكري، والعامل الآخر هو خيار الشعب السوري. نعم. وأعتقد الدول الأخرى التي يشار إليها، أنا أعتقد يشار إليها جزء من الاستقطاب في المنطقة وجزء من الصراع الطائفي الذي يراد أن يأخذ هذه الصورة على أن النظام السوري رهين للنظام الإيراني. لا أعتقد أن نظام سوريا الذي يملك من الحكمة والحنكة سيكون تابعا بالشكل الذي يصوره ضيفك مع تقديرنا لرأيه. نعم. يعني هنا سؤال، يعني أين قطر اليوم من الأزمة السورية؟ يعني هل تتفق مع من يرى أن ربما هنالك توجيها غربيا
جعلها ربما تختفي من الساحة السورية؟ لا، قطر لعبت دور القاصة التي تتدفق من خلالها الأموال لكي لا يدفع الغرب حقيقة لتنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة. نعم. وأيضا أعطي لدور شاشة قطر. أنا أعتقد اليوم بات واضحا أن المال القطري لم يعد لديه الفعل الفاعل في واقع التغيير السياسي في سوريا، وأعتقد الشاشة القطرية أيضا فشلت، وهذا ما كنا نتوقعه. أنت عندما تذهب بعيدا وأبعد مما يتصوره العقل والمنطق وتستخدم الحجر لترمي فيه البيض، أنا أعتقد سوف لن يسمح لك الآخرين بممارسة هذه الأدوار، خصوصا وأن توازن القوى دائما وأبدا يخضع إلى الرؤية العقلائية اللي وفق مصالح دولية، ولا يخضع وفق مصالح آنية أو طائفية أو نظرات ضيقة للأسف الشديد لم يتبناها القطريون. والقطريون لعبوا أدوار لغيرهم ولم يلعبوا أدوار لأنفسهم. نعم سيد بسام، يعني أين قطر اليوم من الأزمة السورية؟ يعني هل تتفقون مع من يرى أن ربما هنالك توجيها غربيا بأن جعلها تختفي من الساحة السورية؟ أولا أريد أن أوضح أنه عندما تكلمت عن النفوذ الروسي والإيراني بما يخص النظام السوري، يعني اليوم لولا الفيتو الروسي ولولا الدعم اللوجستي والمادي والعسكري الإيراني لم يستطع النظام السوري إلى البقاء إلى اليوم في سدة. نعم، بالمقابل أيضا ولولا الدعم القطري والسعودي يعني والأمريكي والإسرائيلي للمسلحين لما استمر الحال على ما هو عليه. سيد بسام، لا، الدعم الإسرائيلي يذهب إلى النظام منذ اليوم الأول ونحن واعين لهذا، وحتى هذه اللحظة الدعم الإسرائيلي هو لنظام بشار الأسد وليس للمعارضة أبدا، لم يكن يوما للمعارضة وإنما لبائع الجولان. أما بالنسبة يعني لسؤالك بما يخص قطر، يعني الموضوع كما قلت لا يمكن أن نركز فقط على دولة واحدة سواء كانت قطر أو السعودية أو تركيا. هناك تخبط من جميع الأطراف بسبب يعني عدم معرفتهم بعمق للداخل السوري. أنا أتوافق مع يعني زملائي الذين قالوا في هذا البرنامج على أن العامل الأساسي هو الشعب السوري. يجب أن لا ننسى أن من أطلق هذه الثورة هو الشعب السوري، وحتى هم أطفال درعا من الشعب السوري، يعني ضمير الشعب السوري. ولذلك يعني لن ينجح أي مشروع خارجي ولا أي طرف خارجي فأن يحقق أي مصالح في سوريا حاليا أو في المستقبل بدون الأخذ بعين الاعتبار إرادة ومصلحة الشعب السوري وثورة الشعب السوري. نعم، يعني ذكرت فقط تعقيب. نعم. أستاذ بسام، أولا نحن لسنا داعمين للنظام السوري، ولكن سؤالي لمصلحة من تدمر المؤسسة العسكرية السورية؟ هل لمصلحة إسرائيل أم لمصلحة الشعب السوري؟ بالتأكيد لمصلحة إسرائيل، ولذلك نقول أن إسرائيل تقف مع المعارضة التي تريد أن تدمر المؤسسة العسكرية السورية. نعم سيد أحمد، يعني لو تحدثنا عن الدور القطري اليوم في الساحة السورية، أين قطر اليوم من الأزمة السورية؟ هل تتفق مع من يرى أن ربما هنالك توجيه قطري بأن تختفي قطر عن الأزمة السورية وعن الساحة السورية؟ الحقيقة أن الدور القطري ودور زراعة قطر الإعلامية هو دور يعني أكثر من مشبوه في المنطقة العربية وغير مفهوم وغير واضح. دور دويلة قطر وماذا تفعل في المنطقة العربية والتخريب المتعمد، لكن فكرة صمتها أو عدم صمتها، هو قطر حتى اللحظة لم تكفر عن ذنوبها فيما فعلت في الوطن العربي بدعوى دعم الثورات العربية التي كنا من أوائل الثوار بها، ولكن ليس لنا أجندات. في سؤال أخير لك سيد أحمد وبدقيقة لو سمحت، المؤامرة الكاملة الأمريكية التركية. نعم، في سؤال واحد وباختصار لو سمحت، يعني هل سيكون لمعارضة الخارج دور في العملية السياسية السورية المقبلة باختصار؟
المعارضة السورية في الخارج وهناك المعارضة السورية في الداخل. وأعيد على حضرتك تاني أن الأزمة السورية لن يحلها إلا الشعب السوري بإرادة الشعب السوري الحرة الذي لم يستفتى حتى اللحظة فيما يريد. الشعب السوري خارج اللعبة حاليا، نسمع عن معارضة الداخل ومعارضة الخارج ونسمع عن بشار الأسد. وسوريا في إطار المعادلة العربية نعم. مطلوب منظومة أمنية عربية. ده ملخص القول في الأزمة السورية وغيرها من الأزمات العربية. نعم. الأستاذ أحمد خليفة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي متحدثا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لضيفي عبر الأقمار الصناعية من أنقرة بسام إسحاق المحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. والشكر موصول لك أستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لكم سادتي الأفاضل. ناقشنا في هذه الحلقة الأزمة السورية والخلاف السعودي التركي. لمن فاته متابعة هذه الحلقة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.biladnews.net، كذلك على مواقع الفيسبوك والتويتر. ختام الحلقة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.